عايزك تتخيل كده لو صحينا الصبح ولقينا الدنيا ساكتة خالص، مفيش صوت أي حاجة، والأهم مفيش صوت بشر حوالينا. الصمت ده للوهلة الأولى ممكن يبان راحة، بس الحقيقة إنه سلاح قاتل. النهاردة هحكيلكم عن جريمة بدأت بهوس ملوك وانتهت بموت مئات الأطفال الأبرياء، والتجربة دي اتكررت 3 مرات في التاريخ عشان تجاوب على سؤال واحد: إيه هي اللغة الأصلية بتاعتنا؟ التجربة دي اللي حولت البشر لحيوانات، واللي أثبتت إن الكلمة هي اللي مخليانا عايشين. أهلا بيكم في التجربة المحرمة، قصة لعنة الصمت. الحكاية بدأت من حوالي 2600 سنة في مصر القديمة. الفرعون إبسماتيك الأول كان شاغل باله سؤال وجودي واحد: مين أقدم شعب على الأرض؟ وعشان يجاوب عمل أول نسخة من التجربة المحرمة. وقتها أمر الناس إن هم يجيبوا طفلين رضع لسه مولودين وحبسهم في خيمة معزولة تماما، وأمر راعي غنم إنه يقدم لهم الأكل واللبن من غير ما ينطق بحرف واحد. وقتها الراعي كان بيدخل ويخرج كأنه خيال، مفيش أي تعامل، مفيش أي ضحك، مفيش أي ابتسامة ولا طبطبة ولا حنية. وكانت النتيجة بعد 2 سنين الأطفال نطقوا كلمة واحدة: بيكوس. الفرعون قلب الدنيا لغاية ما عرف إن الكلمة دي معناها عيش باللغة الفريجية، فقال بس يبقى الفريجيين أقدم مننا. لكن الحقيقة العلمية بتقول إن الأطفال دول كانوا بيقلدوا صوت المعيز اللي مع الراعي. التجربة كانت بدائية بس فتحت باب للشيطان في عقول الملوك اللي جم بعده. تيجوا نشوف العقل البشري عمل إيه بعد كده. خلينا نروح للقرن ال13 مع الإمبراطور فريدريك الثاني. الراجل ده كان ملقب بأعجوبة العالم من كتر ذكائه، بس ذكائه كان مسموم جدا. قرر يكرر نفس التجربة بتاعت الفرعون بس على نطاق أوسع ومرعب. هيجيب 100 طفل رضيع وهيبني ليهم سجن سماه سجن البراءة، وجاب ممرضات وحط ليهم قوانين اللي هيخالفها فيهم الله يرحمه. وكانت أول حاجة محدش يتكلم معاهم، وتاني حاجة مش عايز غنى، وتالت حاجة ممنوع الطبطبة، وحتى ممنوع تبص في عين أي طفل فيهم. كان مقتنع إن الأطفال دول لما يتحرموا من لغة البشر هينطقوا لغة الجنة، العبرية أو اللاتينية أو حتى السريانية. لكن الصدمة، الأطفال مطلعش منهم ولا كلمة، بدأوا يموتوا واحد ورا التاني. الأوضة اللي كان فيها 100 حياة بقت عبارة عن مقبرة جماعية. في صمت رهيب ماتوا كلهم قبل ما يكملوا 2 سنين. طب ليه؟ العلم وقتها ما قدرش يحدد المشكلة فين، بس المؤرخين كتبوا إنهم ماتوا عشان ما لاقوش حد يبتسم في وشهم، ماتوا وهم قلبهم مكسور. ولو فاكرين إن الحكاية خلصت لحد هنا، فلا، لسه شوية. في القرن ال16 الملك المغولي جلال الدين أكبر في الهند قال: أنا هعمل التجربة بس بذكاء أكتر. وفعلا بنى قصر عملاق اسمه القصر الأخرس، وحبس فيه أطفال مع ممرضات بكم عشان يضمن إن مفيش ذبذبة صوت توصل للأطفال، ولا بيسمعوا ولا بيتكلموا. والحقيقة إن النتيجة هنا كانت مختلفة ومرعبة. الأطفال ما عاشوش وما ماتوش، الأطفال اتحولوا. لما جلال الدين فتح الأبواب بعد سنين لقى كائنات بشرية بس بوعي ديابة، بيمشوا على 4 وبيطلعوا زي عواء كده وبيعضوا في بعض، وعيونهم فيها وحشية مرعبة. والحقيقة إن التجربة دي أثبتت إن اللغة هي اللي بتهذب روحنا، ومن غيرها إحنا مجرد حيوانات بملامح بشر. تعالوا بقى نربط الماضي بالحاضر ونفهم حاجة: ليه الأطفال دول ماتوا أو اتجننوا. وعشان تفهم حجم الجريمة اللي عملها الملك فريدريك لازم نخرج من التاريخ ونروح المعامل. سنة 1975 العالم إدوارد عمل تجربة هزت علم النفس، والناس لما شافت الفيديو بتاعها كانت بتبكي. والتجربة كانت بتمشي كده: بيجيبوا أم بتلاعب ابنها الرضيع اللي عنده 1 سنة، الأم بتضحك وبتغنيله وبتلمس إيده، والطفل في قمة سعادته عمال يضحك ويتحرك، وفجأة يطلبوا من الأم إنها تقلب وشها أو تخلي وشها جامد. الأم وقتها بتثبت وشها تماما، مفيش أي تعبير، وعيونها بصة للطفل بس ميتة، مفيش ابتسامة، مفيش صوت. عارفين الطفل كان بيعمل إيه؟ في أول 15 ثانية كان بيستغرب، كان بيبدأ يبتسم أكتر عشان يشجع أمه إن هي تضحك، بيحاول يلمس وشها بإيده الصغيرة. وبعد 30 ثانية الطفل بيبدأ يتوتر، يلف وشه الناحية التانية ويرجع يبصلها بسرعة، ويبدأ يصرخ صرخات قصيرة كأنه بيقول لها: أنا هنا، ردي عليا.
وبعد دقيقة هنا الكارثة بتحصل بقى، الطفل بيدخل في حالة انهيار بانيك أتاك، جسمه وقتها بيتشنج وبيبدأ يشد في شعره أو يمص في صباعه بعنف وبيعيط عياط هستيري كأنه بيتحرق. التفسير العلمي هنا بيقول اللي بيحصل إن مخ الطفل بيفرز كميات مرعبة من الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر. الطفل وقتها بيحس إن وجوده انتهى لأن المراية اللي بيشوف فيها نفسه وهي وش أمه انطفت. وعايزكم تتخيلوا معايا كده، إذا كان طفل حصل له كل ده في دقيقتين بس، تخيل ال100 طفل بتوع الملك فريدريك اللي عاشوا شهور وسنين والوشوش اللي حواليهم جماد، اللي هو مخهم حرفيا كان بيسيح من التوتر والخوف لغاية ما القلب توقف عن النبض. طب تيجوا احكي لكم حاجة حصلت من قريب في التسعينات مثلا. بعد سقوط الدكتاتور تشاوتشيسكو في رومانيا، العالم اكتشف أكتر من 100,000 طفل محبوسين في ملاجئ شبه القبور. الأطفال دول كانوا بيتعاملوا بالسيستم الأخرس، كانت الممرضة تدخل تحط الببرونة في بق الطفل وتمشي، مفيش حضن، مفيش كلام، مفيش لمسة. وفي طفل منهم نجا، والطفل ده هناخده مع بعض دلوقتي كده ونشوف قصته ايه. الطفل ده كان اسمه إيزيدور، كان واحد من الأطفال دول، قعد في الملجأ سنين من غير ما حد ينطق قدامه كلمة. لما العلماء أنقذوه لقوا حالة ذهول. انتم متخيلين ان الطفل ده ما كانش بيعرف يعيط مثلا ولا كان بيعرف يضحك؟ كل اللي كان بيعمله ان هو يفضل قاعد ويحرك جسمه لقدام ولورا لساعات، ودي حركة نمطية بيعملها المخ عشان يسلي نفسه في الفراغ. بس عارفين الصدمة الطبية كانت ايه؟ لما عملوا أشعة مقطعية لمخ الطفل ده وأطفال رومانيا، لقوا منظر يوجع القلب. المخ من جوه كان فيه فجوات سودة، المناطق المسؤولة عن العاطفة واللغة قليلة جدا، كأنها ماتت وهي صاحية. إيزيدور لما كبر رغم انه اتعالج فضل عنده عجز عاطفي، ما بيعرفش يحس بحب الناس وما بيعرفش يثق في حد. هو كبر بجسم راجل بس بقلب محطم وعقل مشوه بسبب الصمت. العلماء سموا الظاهرة دي بالحرمان الاجتماعي، وأثبتوا إن عدم الكلام مع الطفل في أول 3 سنين هي عملية لمنع قدراته العقلية. كل الملوك اللي عملوا التجارب دي كانوا بيدوروا على اللغة الأولى، بس هم نسوا إن اللغة الأولى ما كانتش كلمات، اللغة الأولى كانت النبض. اللغة هي الجسر اللي بيخرجنا من سجن جسمنا لروح الناس اللي حوالينا. الأطفال 100 ضحوا بحياتهم عشان يعرفونا إننا من غير بعض ولا حاجة، إن الطفل بيحتاج الحضن قبل الرضعة بتاعته. وفي النهاية، وبعد ما شفنا كل الجرائم دي من قصور الهند لزنازين روما لغاية معامل علم النفس الحديث، لازم نسأل نفسنا سؤال واحد: هو ليه الملوك دول كانوا مهووسين أصلا باللغة الأولى؟ الحقيقة المرعبة اللي وصلنا لها هي إن اللغة الأولى ما كانتش العبرية ولا الهيروغليفية ولا لغة الأنبياء. اللغة الأولى اللي اتولدنا بيها هي الاحتياج. احنا بنتولد محتاجين بعضنا عشان نكون بشر. الملوك دول فشلوا لأنهم افتكروا إننا بنتعلم الكلام عشان نوصل معلومة، لكن الحقيقة احنا بنتعلم الكلام عشان نوصل روحنا. الأطفال 100 اللي ماتوا في صمت والطفل إيزيدور اللي عاش بقلب محطم، كلهم كانوا ضحية لغرور بشري عايز يفك شفرة ربنا في خلقه، بس الشفرة كانت بسيطة جدا وقدام عينيهم. بص للي حواليك وكلم ولادك واحضن أهلك. الكلمات اللي بنرميها في الهوا دي هي الأكسجين اللي بيخلي عقلنا يفضل صاحي وقلوبنا تفضل تنبض. ومن غير الكلمة احنا مجرد جثث بتتحرك، ومن غير الحب احنا مجرد حيوانات بملامح بشر. انا محمد، ودي كانت رحلتنا في التجربة المحرمة. النهاردة مش هسألك عن رأيك في الفيديو، النهاردة هطلب منك طلب واحد: اول ما تقفل الفيديو ده روح قول كلمة حلوة لأي حد بتحبه. حاول انك تنقذه من صمته، لانك مش عارف الكلمة دي ممكن تعمل ايه في كيمياء مخه. وما تنساش تشترك في القناة عشان الحكاية الجاية هتفتح ابواب تانية مقفولة. اشوفكم على خير.